ف ابو صار فيديو. ليه تفتح قناة على اليوتيوب؟ وده مش بالظبط فكرة الحلقة، لكن فكرتها ليه لازم يكون ليك تواجد اونلاين. تخيل كده معايا ان مديرك المستقبلي مش محتاج يشوف السي في بتاعك عشان عارفك اصلا لما شاف مدونتك او قناتك على اليوتيوب او صفحتك على السوشيال ميديا. تخيل تخسر وظيفتك فتلاقي ناس كتير جدا عايزين يساعدوك ويعرضوا عليك كمان شغل. تخيل يبقى قلبك جامد جدا وانت رايح تفتح مشروع بنص ثروتك او بمعظم ثروتك او بكل ثروتك، عشان عارف ان في ناس كتير جدا عارفينك وهيشتروا منك وهيتكلموا على مشروعك بشكل كويس. في كتاب اسمه شو يور وورك، هو بيتكلم في حاجتين. اول حاجه ليه لازم توري شغلك للناس، وثاني حاجه ازاي توري شغلك للناس. اول حاجه ليه توري شغلك للناس؟ لان بكل بساطه اللي هيتشاف من شغلك هو بس اللي هيتم تقديرك عليه، حتى لو كنت بتعمل اجمد من الشغل ده بكتير في الخفا. لو ما ظهرتش شغلك اللي تعبت فيه وفرغت فيه كل طاقتك مش هتلاقي الناس اللي مهتمه بيه اصلا. ما هم هيعرفوا منين انك بتعرف تعمل الشغل ده في المطلق. لكن لو ما عرضتش شغلك اونلاين بالتحديد مش هتلاقي العائد اللي يرضيك من التعب اللي تعبته. مثلا لو في مدرس شاطر جدا واكتسب مهارة الشرح بطلوع الروح، وفي الاخر ما يتلاقاش غير 7 أو 8 هم اللي بيحضروا له. والله بجد تخيل حسيتك لما تشوف ناس كتير بتتكلم على شغل حد في مجالك بالنسبه لك مش اللي هو، وانت مفيش حد معبرك اصلا، وفي الاخر تقول انا تعبت وما تلاقيش، لانك بكل بساطه ما عرضتش شغلك لناس كتير مهتمه بمجال شغلك. ليه مش عايز تكسر كبريائك وتروح للناس وتقول لهم انا بعرف اعمل كذا وكذا وكذا وده عينه من شغلي؟ ليه عايز هم اللي يدوروا عليك ده لو لقوك اصلا؟ وساعات كمان بيبقى من الواجب انك توري شغلك للناس، زي مثلا في المجال الطبي. انا لو واحد اختبرت في الدنيا واتولدت بتحدب واعوجاج في العمود الفقري، غالبا هروح لدكتور عظام ما شفتش شغله وهل فعلا يقدر يعمل العمليه دي ولا لا. هخش على عمياني ومش هبقى عارف انا هخرج من تحت ايده في حاله احسن ولا في حاله اوحش. فلو الدكتور عرض شغله على مواقع التواصل زي الدكتور انا عبد الجواد ربنا يزيد في علمه، وقال انا متقن جراحه العمود الفقري وده عينه من شغلي، في الحاله دي احنا الاثنين استفدنا. هو جاله شغل كتير والفايده الاكبر هو ان رجعت طبيعي. احلى تحيه للدكتور انا عبد الجواد. من الفوائد اللي هتعود عليك انك هتتطور بسرعه من الانتقادات اللي هتتوجه لك وتحاول تعدل على العيوب بتاعتها، وهمتك هتزداد لانك هتلاقي تقدير بصوره شبه مستمره. والابداع، فرصتك في الابداع هتكون اكبر من كتر الافكار اللي هتتعرض عليك. اصل الابداع مش بيجي من حد قافل على نفسه ومنعزل، لا بيجي من حد بيكون عدى عليه افكار كتير جدا. وبص في كتاب ثواني 2 seconds later. زار اني سلفته لحد، رساله على الصريح اي حد رسالة على الصريح اي حد سلفته كتاب يرجعه عشان الكتب بقت غالية قوي وانا بقيت عاطل. لو كتاب تنمية بشرية خليه عندك مش عايزه. المهم الكتاب كان بيتكلم عن الابداع وذكر اسباب كتير، واللي فهمته من كتاب 200 صفحة هو ان الابداع بيجي من شخص عنده افكار كتير مع التجربة في وسط في بيئة بتسمح له يفكر بره الصندوق، وده اللي انا فهمته. اكبر فائده هتعود عليك من وجهه نظري لما تيجي تنشر شغلك هو العلاقات والناس اللي هتعرفهم اللي خدوا نفس التجربه وتوجيهاتهم ليك، وممكن حد فيهم ينصحك نصيحه او يقدم لك خدمه توفر عليك سنين تعب. والله انا كمان سمعت الباشمهندس علي محمد بيقول ان في شركات بص الكلام هيطلع من بقه زي العسل والله. لان انا اكتشفت انك كشركه عشان يجي لك شغل كويس ويبقى عندك دخل كويس، الموضوع مش فكره مهارات. الفكره مش فكره ان انت شركه او انت عندك ناس شاطره بتعمل الحاجه بشكل كويس. الموضوع للاسف الشديد بيعتمد على العلاقات. مش هقول كمان التسويق، وكان العلاقات طبعا جزء من التسويق، لكن هي بشكل كبير. ده اللي انا شفته في الشركه دي ان هي علاقات. بيبقوا في ناس في شركات معينه بيسلموا الشغل لاصحابهم في الشركات الثانيه، شركات كبيره مثلا شركه زي فودافون، شركه زي كوكاكولا ولا بيبسي. في ناس عندهم في الشركات دي مسؤولين ان هم يبحثوا عن الشركات اللي بتعمل لهم الشغل سواء برمجه او تصميم. الحاجات ما بتعملش ان هاوس، مش الشركات دي يعني مش كل الشركات عندها تيم ديزاينرز او ديفلوبرز بيعملوا الشغل بتاعهم، لا هم بيروحوا شركه ميديا، شركه بتعمل لهم الحاجات دي. فمين اللي بيختار الشركات اللي بتعمل الحاجات دي؟ ناس موظفين في الشركه دي، شركه بيبسي او كوكاكولا او فودافون او اتصالات او ايا كان. فالناس دول بيبقوا على علاقات مش ناس في شركات ثانيه اللي هي شركات الميديا دي بقى، وبيدوهم شغل. الموضوع ما بيبقاش موضوع ان الناس دي شاطره او مش شاطره، الموضوع علاقات انت تعرف تعمله ولا لا. في الواقع في ناس بيبقوا فاتحين شركات هم ما عندهمش ديفلوبرز ولا ديزاينرز، هم بيقولوا ان احنا عاملين شركه ميديا بنعمل لك اي حاجه، تصميم برمجه اي حاجه نعملها لك. وما تجيلهم الشغل من اصحابهم في الشركات الكبيره يبتدوا يدوروا على اي شركه بقى ايه ثانيه تقنيه عندها الموظفين ويعملوا لهم الشغل ده بنص الثمن على الاقل، وبالتالي هم ياخدوا نص الفلوس لمجرد العلاقات. وصلت لك اهميه العلاقات؟ تعال مثال كمان. عندنا شخصين، واحد اسمه زياد واحده اسمها اسراء، الاثنين بيشتغلوا في الرسم. زياد كل ما يرسم اي رسمه يصورها وينزلها على صفحته والناس تسقف له وتنبهر بيه. وسوسو بترسم لوح اجمل بكتير من زياد لدرجه انها بتشوف لوح زياد وبتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. وصل لك الفرق اللي ما بينهم؟ كل مع زياد هو الرسم النص نص والعلاقات الكتير، واللي مع اسراء هو العلاقات القليله والرسم الجميل جدا. طب تعالى للمقارنه الجايه دي، مين اللي هيجيله شغل اكتر؟ زياد. مين اللي هيتم تقديره من الناس اكتر؟ زياد. لو هما في نفس المنطقه مين اللي هيبقى فنان الحته؟
زياد. مين اللي هيبقى معاه فلوس اكتر؟ زياد. مع ان رسم زياد لا يقارن باسراء، بس اللي عمل الفرق ده هي العلاقات والمعارف اللي زياد اكتسبها لما نزل شغله على النت. لكن على ارض الواقع اسراء لو من ناحيه الشغل نزلت مع مقارنه مع زياد، اسراء تتفوق عليه. بس تعالى نبص لها بعد 3 سنين مثلا، هل هيبقى الفرق ما بين زياد واسراء في المستوى زي ما هو؟ غالبا لا. زياد اتحمس واتدرب اكتر وجاله توجيهات من ناس اكبر منه على عيوب في رسمته وحاول يعدلها. واسراء لو ما زالت كاتمه على موهبتها هتتقدم التقدم العادي. فبعد ال3 سنين مش بعيد زياد يكون مستواه في الرسم احسن من اسراء. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكت لك. المحور الثاني من الحلقه هو ازاي تعرض شغلك. الكاتب كان بيقول think process not product. الناس بتحب جدا الحاجات اللي ورا الكواليس، عايشهم التجربه معاك، وده بيفسر ليه الفيديوهات اللي بتاعت 2 بيتجهزوا شقه بيبقى عليها مشاهدات كتير، زي فيديوهات ياسر وحرمته مثلا. واحمد ابو زيد لاحظ ان ايكيا برضك بتلعب على الحوار ده. عمري ما رحت ايكيا وطلعت من غير ما اشتري حاجه، حتى لو انا ما كنتش عايز اشتري حاجه. الحقيقه ده خلاني اقف كده واخد خطوه ورا واقول الناس دول عملوا ايه يخلوا الواحد يدفع فلوس وهو مبسوط. الكلمه اللي بتختصر الموضوع كله هي التجربه. ايكيا بتبيع لك التجربه، مش بتبيع لك بس المنتجات اللي انت بتاخدها. اقربها لك ازاي؟ مثلا في الفيديو اللي انت شايفني منه ده، هو بالنسبه لك فيديو زي اي فيديو عادي، لكن انا لو صورت لك الحاجات اللي ورا الفيديو ده هيبقى مكانته عندك هتختلف. يعني مثلا ما كانش معايا اضاءه، فافتكرت ان جدي كان جايب معاه شمسيه بيضه ساعه ما حج من 2012، ورحت جايب الشمسيه، رحت جايب دوايه، ورحت شايل اللمضه اللي عندي في السقف، رحت جايب اللمضه اللي من عند اخويا، رحت حاطط اللمبتين ولزقت الشمسيه وفردتها بقت سوفت بوكس، بس مش عارف اعلق على ايه. فتلاقيت عصايه مهبه بايظه وطلعت في قصتها عشان اجيب شفت انت انجزت الكلام ده ازاي واتشدت له اكتر من الفيديو نفسه. عشان كده كاتب يقول لك think process not product. وبس كده يا عم، اتمنى اكون شجعتك انك توري شغلك للناس، ومنيتي الاكبر انك ما تكونش ضيعت جزء من عمرك في الفيديو ده. سلام.